ये चपाती يا صباح الفل، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. طبعا انتوا شفتوا انا كنت في السوبر ماركت، اللهم صل على النبي. استغليت الفرصة ان احنا لسه بدري، تقريبا الساعة دلوقتي 9، فانا كان عندي موعد في المستشفى، فقلت ايه فوت كده على السوبر ماركت، ناقصني شوية حاجات قبل الزحمة بقى والحر، نجيبها بالمرة. بصراحة ما جبتش حاجات كتير، بس ايه يلا تعالوا افرضهم واوريكم انا جبت ايه، ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. النهارده هنقضي اليوم سوا ان شاء الله. يلا نقول بسم الله. اول حاجه جبتها طبعا حبيب قلبي، جبت جمبري. بصراحه نفسي اكل سمك قوي، بس ما لقيتش النوع اللي انا عايزاه يعني، فقلت خلاص جبت جمبري ومش لسه هختار بالكيلو كده، لقيت الطبق ده جاهز، فقلت خلاص يا دوبك على قدي، من صالح ما بيحبوش اصلا. جبت فرخه واحده، وانا عندي فراخ في الفريزر. انا ما جبتش حاجه الشهر، انا جبت حاجات تكفيني بس الكام يوم لحد ما يجي اخر الشهر، احنا خلاص كلها كام يوم. جبت كمان اللهم صل على النبي 2 نقانق، ماشي جبنا 2 نقانق. وجبت بقى ايه باميه. بصوا شايفين دي، شايفين الكلمه دي، استنى، شايفين صغيره جدا، دي اهم حاجه في الباميه. انا بالنسبه لي الباميه، ماما بتجيب الباميه اللي قد كده، اي نعم بتشلنا في التقميع بنقمع الباميه، بتشلنا فيها، بس مش مهم، ده مش موضوعنا. بصراحه لقيت باميه فريش عند بتاع الخضار وكده، بس طول كده اللي هي بتتعمل باميه ويكا، انا استحاله اكلها، لازم الباميه تكون ايه صغننه. فانا جبت كيس واحد بس، وده هيكفيني كتير قوي، لان برضو صالح ما بيحبش الباميه، مش عارفه هو بيحب ايه بصراحه. المهم جبت طبقين لحمه، اوعى الشراء لسه جايه من بره، فقلت ايه قبل ما اعين الحاجه في الفريزر اوريكم يعني. جبت طبقين لحمه، دول هيكفوا ويوفوا لحد كمان الشهر الجاي، يعني ملناش تقول في اللحمه قوي. وجبت سجق عشان انا بحبه قوي قوي قوي، وبرده صالح ما بيحبش السجق، زهقت خلاص. وجبت لحمه مفرومه، جبت كميه دي هقسمها اطباق صغيره يعني على قد الوجبه. وجبت حته الستيك دي عشان خاطر عايزه اعمل ورق عنب واحطه تحتها. تمام. جبت ايه كمان، جبت تركي مدخن، وجبت جبنه رومي، العشق بقى، جبنه رومي قديمه. إيه اللهم صل على النبي. جبت ايه هاجر، جبت ورق عنب طبعا، النوع ده حلو قوي قوي قوي، جربت انواع كتير، ده حلو قوي بصراحه يعني. ده احلى الوحشين في ان هو اصلا ورق العنب الجاهز، يعني انا في العادي ما برشحش ورق العنب الجاهز نهائي، بس للاسف ما بعرفش هنا اجيب غير جاهز. لكن طبعا الفريش ما يعلاش عليه. جبت كمان اللهم صل على النبي كراميل عشان خاطر الايس كوفي. وجبت شاي طبعا عشان انا ما اقدرش استغنى عنه، جبت شاي وطبعا البيبسي بتاع الصالح ملناش علاقه بيها. جبت ده بقى خلاص هنجرب، بصراحه اول مره اشوفه، ما نزلتش سوبر ماركت بقى بقالي كتير، بقالي زمن يا ولاي فما صدقت، فاول مره اشوفه، فجبت بنكهه الكراميل. وجبت كمان اللهم صل على النبي الصلاه والسلام بنكهه البندق، مش عارفه الكاميرا مبكسله ليه، بس هو بنكهه البندق، اعتقد ان هي حاجه شبه الايس كوفي. جبت كمان كيس النسكافيه ده عشان انا بحبه قوي قوي قوي، فانيلا لاتيه. بس كده، هي دي مشترياتي شويه صغيرين، دي الحاجات اللي ناقصاني. عندي رز ومكرونه والبقوليات كلها موجوده اللهم لك الحمد، وعندي توابل، عندي حاجات كتير بصراحه. ما عنديش خضار بقى خالص خالص، وبصراحه يعني مش ناويه اجيب خضار برضو، عشان خاطر انا ما بطبخش كتير، فقلت الحاجات دي سهله، يعني مثلا اشوح شويه لحمه مفرومه، اشوح سجق. جبت اللحمه بس عشان خاطر الباميه. لو انا رايقه بقى كده والمزاج رايق، اعمل شويه ورق عنب واحط تحتها لحمه. بصراحه كان نفسي اجيب بتنجان ابيض قوي، بس ما لقيتش برضه هنا، نادر، لكن البتنجان الاسود بنلاقيه كتير قوي 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 هنا.
بس هشيل بقى الحاجات دي كلها هنا في الفريزر، فقلت بس اوريها لكم قبل ما ادخلها الفريزر واعمل فطار، نفطر ونشوف بقى يومنا هيكمل ازاي. بفكر النهارده اعمل غدا نجرسكو. عندي كام قطعه بانيه كده مقطعاهم زي الشاورما، قطع صغيره كده. بصراحه مش عايزه اعملهم شاورما، فقلت استفاد بيهم واعمل مكرونه وايت صوص او اعمل نجرسكو. بصراحه لسه مش مقرره، فنقضي اليوم مع بعض ونشوف. انا دلوقتي هطلع عيش، اوريدي طلعته اصلا، طلعت عيش والله ونسيت اجيب عيش اهو. وهعمل ساندوتش من ده على ده وكوبايه شاي، والحمد لله. اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا ايه نعمه يا ولاد ويحفظها من الزوال. بس كده حلوين. هي دي مشترياتي النهارده، عارفه ان هي بسيطه وخفيفه، طبعا مش مشتريات الشهر، وبقالي كتير ما عملتش معاكي في فيديو مشتريات الشهر عشان انا اصلا ما بنزلش وما بشتريش حاجه، بشتري بالطلب يعني، مش بشتري يلا الحمد لله. يلا نشوف هنعمل ايه كمان مع بعض.
Gracias.